طريقة العبور من دور المجموعات. ورقة وقلم اكتب معايا يا ست الكل. مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وما تنساش تحط اللايك والاشتراك ويلا بينا. مبدئيا كده الاهلي اتأهل لبطولة كأس العالم زي ما قلنا في الفيديو قبل اللي فات، فتعالى دلوقتي نحلل مجموعة الاهلي ونشوف ازاي الاهلي يقدر يتأهل من هذه المجموعة. مبدئيا كده نبدأ بأول فريق وهي المباراة الافتتاحية مع انتر ميامي، الفريق اللي معاه ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا وسواريز. الفريق ده انا لاحظت انه واخد اكبر من حجمه، شايفين منه زيادة عن اللزوم عشان في ميسي، لكن هو الصراحة انا شايف ان هو اسهل فريق في المجموعة. ليه؟ انا هقول لك دلوقتي. الفريق ده طريقة لعبه عاملة ازاي؟ طريقة لعبه عادي، استحواذ عادية جدا، لكن هم برضو يعني بيعتمدوا ايه على الكور الايه الطولية من بوسكيتس، وغالبا يعني بتوصل بس من دون فاعلية. كان سواريز خلاص هو يعني حالته بقتش جامده يعني، بس وبيعتمدوا اكتر على ميسي في الناحيه اليمين. فانت لو قفلت على ميسي ولو قفلت العمق وما اخرتش الدفاع قوي هتقدر تكسب. لكن الاهلي لو اخر الدفاع زياده عن اللزوم، ساب مساحه للتسديد من بره، لا ميسي هيسجل، لكن لازم تتوقف مان تو مان مع ميسي اللي هو مثلا ايه اليو ديانج او مروان عطيه. وفريق من الاخر يعني سهل تخترقوا الاطراف، يعني سيبوا الاستحواذ يا سيدي بس هتخترقوا بكل سهوله من الاطراف. العب بس زيزو على اليمين، تريزيجيه على الشمال، وراس الحربه يبقى اسامه ابو علي، هتقدر تخترقهم بكل سهوله. الموضوع هيبقى ما فيهوش تعقيد يعني، لكن محتاج ان انت تصمد دفاعيا، خصوصا ان انت تقفل قلب الدفاع، وان انت برضو ما تسيبش مساحات قدام منطقه جزاء عشان بيشوطوا بشكل كويس عن طريق ميسي يعني. بس ده فريق انتر ميامي، هو فريق سهل في المجمل يعني، الاهلي يقدر يكسبه بكل سهوله يعني، ممكن الاهلي يكسب ماتش 2 3-0 يعني. لكن تعالى بقى نشوف باقي فرق المجموعه عشان هم فرق تقيله. تاني فرقه وهي فرقه بالميراس يعني نبدا نعلى بالليفل. بالميراس هي فرقه تقيله مش فرقه سهله، الاهلي لعبهم قبل كده وخسر الاهلي منه، لكن هي فرقه تقيله جدا جدا. بتعتمد على ايه بقى؟ بتعتمد على لعب الدايركت، الباصات اللي بتكسر الدفاع من ورا. يعني مثلا بيبقوا مستحوذين عادي جدا، مره واحده تلاقي باص كسر الدفاع من ورا. يعني ايه باص كده كسر خط الدفاع. وبيعتمدوا برضو على انطلاقات استافيو من اليمين، وانطلاقات تبقى قويه جدا، وبيلعبوا لعب دايركت اللي هو ايه يضغطوا عليك عالي، يقطعوا منك الكره يباصوها، مش اللي هو ايه شغل الباصات الكتير وكده، مش بيحضروا كتير. هم بيطلعوا يدوك نص الملعب يقوموا باعتين كوره طوليه، كوره بتبقى على الارض، مش كوره بتبقى يعني لوب يعني، بتبقى كوره على الارض بتبقى في منتهى الخطوره. يا يلعبوها لراس الحربه يا يلعبوها باستافيو اللي على اليمين، لعيب مميز جدا، اهم لعيب. وافتكر اللعيب ده كويس جدا، اللعيب ده لازم يتمسك باتنين على الاقل، لعيب كويس جدا لعيب استافيو ده، موهبه قويه جدا. ولكن يعني هم عندهم نقاط ضعف نادي بالميراس، ايه هي؟ زي مثلا ان الاطراف عندهم معظم الوقت بتبقى فاضيه. انا مش فاهم ده ليه، لكن انا شفت يعني كذا ماتش ليهم ملخصات يعني، ويعني الاجوان كلها بتيجي من يعني طرفهم بيبقى فاضي. يعني مثلا ماتش فلامينجو يعني الجولين يعني الجولين كانوا جايين من ان هو ايه كور بيبقى الجنبين فاضيين، الطرفين، ويعني بيتقدموا زيادة عن اللزوم، بيبقى الأطراف دايما فاضية، بيزيدوا دايما مع المهاجمين قدام. فده بيبقى يعني بيشكل يعني إيه إن أنت عملت عليهم مرتدات برضه تبقى حلوة تبقى كويسة. لكن برضه ما ينفعش في الحالة دي إن أنت يعني تسيب انصاص الملعب بتاعتهم كده، لازم تضغط عليهم برضه، عشان زي ما قلت لك بيلعبوا كرات يعني بينية خطيرة جدا، لازم تقفل على انصاص الملعب بتاعتهم، ما تخليهمش يمرروا بارتياحية، عشان يعني ما يكسروش الدفاع مرة ورا التانية ورا التالتة، عشان عندهم الفينش عالي. ودلوقتي بقى نوصل ل يعني اقوى ليفل في المجموعه، اقوى فريق انت ممكن تقابله في المجموعه هي فرقه بورتو. فرقه يعني منظمه دفاعيا هجوميا، لكن برضه ده ما يمنعش ان عندهم هفوات او يعني ما عندهمش ايه يعني نقاط ضعف اكيد عنده. تعال نشوف بس ايه نقط القوه بتاعته. نقط القوه هو لاعب اسمه رودريجو مورا، اللعيب ده يعني ده رمانة الميزان بتاعت نص الملعب، لعيب قوي جدا، لعيب بيشوط حلو، بينقل الكرة كويس جدا، بيربط حلو جدا بين الدفاع والهجوم. هو اللعيب ده لو قفلت عليه يبقى انت ايه يعني تقدر تقول قتلت 40% من قوتهم. بيعرف يشوط من بره بصورة كويسة جدا، فهو لعيب مهم. هما يعني ايه بيلعبوا على التحولات السريعة، وبيستغلوا الأطراف في العرضيات، يعني مش بتوع مراوغات قوي على قد ما هم العرضيات مرعبة، عرضيات قوية جدا، بيعرفوا يرفعوا عرضيات بشكل كويس، يحولوا الملعب بصورة سريعة. وبرضه العرضيات وسام واللي بيستغل او راس الحربة التاني اومارديون، والاتنين برضه بيستغلوا العرضيات. فيعني نادي بورتو لازم توقف عليهم مين؟ لازم توقف اللاعب اشرف داري، وتوقف جنبه برضه حد طويل، او ما عرفتش لازم توقف حد بيعرف يطلع بالكورة كويس جدا، عشان الموضوع ده يعني ممكن يشكل لك ضغط شويه من فكره العرضيات، فكره برضه ان هم بيعرفوا يضغطوا كويس، بيعرفوا يقفلوا مفتاحهم كويس. فيعني ممكن لو الاهلي عرف يتعاقد مع الجزار لاعب نادي غزل المحله هيبقى كويس جدا، وقفوا مع اشرف داري هيمنع العرضيات اللي انا قلت لك عليها دي. ولكن تعال نشوف بقى ايه نقط ضعفهم. طرف الشمال الدفاعي دايما اي فرقه تعرف تخترقهم منها. يعني انا شفت برضه اخر كام ملخص كده، سواء امام بوافيستا او امام الفرقه اللي قبليها،
كان يعني بيعرفوا يخترقوا كويس جدًا من الشمال، بيخترقوا كتير كمان، في اللي بيعرف يسجّل، في اللي بيعطل وبيرجع تاني، لكن زي ما قُلت لك أنت لو عرفت تخترق الطرف الشمال بتاعهم ده اللي هو اليمين بتاعك هيبقى كويس جدًا، تعرف تكثّف عليه مرتدات، الموضوع هيبقى كويس وهتعرف إن أنت تستغل، وما تنساش برضه إن عندهم حارس كويس جدًا اللي هو دييجو كوستا، حارس منتخب البرتغال الأساسي، حارس كويس جدًا، يعني فاكر من أقوى الحراس في أوروبا، اختراقهم برضه من الطرف يبقى صعب، طرف اليمين كويس جدًا، واختراقه من العمق برضه يبقى صعب، فأنت حاول يعني إيه شوط برضه من بعيد، أي نعم حارس قوي، لكن برضه شوف فرق كتير بتجيب منهم الجون بنفس الطريقة، أو حاول اخترق من الطرف زي ما قُلت لك الطرف الشمال، فأنت هتعرف إن أنت وهنا بقى أنا هاقول لك بقى توقعاتي، أنا شايف الأهلي ممكن يكسب إنتر ميامي 2، 3-0 ده يعني مش مبالغة، ده زي ما باقول لك كده الأهلي لو نظم صفوفه ما رجعش في الدفاع أوي، عرف يستغل المرتدات اللي هتيجي له، الأهلي ممكن يكسب 2، 3 مستريح. تاني ماتش بالميراس، ماتش هيبقى صعب جدًا، جدًا، محتاج الأهلي إنه يركّز كويس في إنهاء الكور بالذات، ويحاول زي ما قُلت لك أهو يقفل يعني على إستابيو ده يعني مرعب صراحة في الجانب اليمين، يحاول يقفل عليه، بس والأهلي شايف إنه ممكن يطلع بفوز، أي نعم هيبقى صعب شوية لكن هيعرف يطلع بفوز. مباراة بورتو أنا يعني الصراحة أنا متوقع إن بورتو هيكسب، يعني مش نتيجة كبيرة ممكن يكسب 2-1، 1-0 كده يعني، بورتو الصراحة فريق قوي، بيلعب على العرضية بشكل كويس جدًا، فريق منظم دفاعيًا وهجوميًا، هو أقواهم بصراحة، أقوى الفرق في المجموعة. وبس ده كده زي ما قُلت لك إن أنت إزاي الأهلي يعرف يتأهل من المجموعة، وشاركنا برأيك وإن شاء الله استنى تحليلات المجموعات العربية في الفيديوهات الجاية بإذن الله، والسلام.